ايام قليلة ويخرج الهاكر الجزائري حمزة بن دلاش المعروف باسم الهاكر المبتسم، وهيتم الافراج عنه تحديدا يوم 26 مايو 2024. طب ليه هو بطل في عين العرب؟ في 2010 حمزة قدر يخترق 420 جهاز دولي، منهم 217 بنك عالمي اغلبهم امريكي واسرائيلي، وبنفس الوقت كان بيحول الاموال لجمعيات خيرية في فلسطين وجمعيات انسانية في جنوب افريقيا. ده غير ان هو كان بيقفل مواقعهم الاباحيه ويضع مكانها قرآن. لكن تم القبض عليه في تايلاند في عام 2013 وهو في السجن. اسرائيل طلبت منه ان هو يحصن مواقعها الحساسه مقابل ان هو يخرج من السجن، لكنه رفض. طب يا عم نوظفك في اقوى بنك في العالم، برضه رفض. مؤخرا كان بيعمل مدرس في ماده الرياضيات بالسجن. حمزه يعتبر الى الان من اخطر 10 هاكرز في العالم، فحمد لله على سلامتك يا بطل.